ايه ده؟ عدي كده واحنا رجعنا لكم مرة تانية. النهارده هنتكلم عن برج العقرب، وما دام قلنا برج وابراج وعقارب وحاجات من دي يبقى اكيد معانا النهارده خبيرة الابراج والناشرة هالة عمر. وقبل ما اقول تبتدي، لا ميرسي جدا على الهدية الحلوة، قلم كل سنة وانت طيب متأخرة بمناسبة عيد ميلادي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. انا كمان عايزة ابارك قوي الاستاذ شاكر. شاكر كامل. ايوه بنبعت له الف مبروك. وصي عليا شوية. ده راجل جميل وطيوب قوي. اي لاف انا هيم. بحبه قوي. والنهارده جيت مخصوص عشان امبارح زعلته عشان طلعت تلت ساعه متاخر، كان في حادثه. طب اعمل ايه؟ النهارده قلت لهم عايز اطلع في الميعاد عشان ما اكسفش الراجل. استاذ شاكر خلي بالك. هو طيب وجميل وجدع وصاحب صاحبه. طب بس وصين حلقه يوم الاثنين يدينا شويه وقت عشان الوقت هيبقى طويل. قولي له عشان انا هطلع له المكتب بقى. خلاص بس كده يا رايق، احنا في السيف سايد. دبسنا على الهوا. اخبار العقارب ايه؟ كويسه، ده في تقدم رائع. بس برج العقرب لسه انا شيف شريف، شفتي المارشميلو الاول؟ ايه ده؟ رائع. انا كده ما بيهزرش. بصي حلو صحيح يعني. برج العقرب الحاجه اللي دايما بقول عليها عندهم انه محدش ينفع يكذب عليهم. هم عندهم ملكه كده ربنا مديها لهم، يقروا الانسان وكأن اللي قدامهم ترانسبيرنت شفاف، ولا هيتنصب عليهم ولا هيتفشل عليهم ولا هيتكذب عليهم ولا حاجه كده. هو عشان كده بقى انا اغلبيه اصحابي الانتيم برج العقرب. اوكي، طب ايه فكره ان انت تختار يعني اغلبيتهم ليه؟ علشان جدعان. هم جدعان قوي حقيقه. وعلشان لما بيحبوا بصدق واخلاص، وعشان اوفياء جدا، وعشان انا بالنسبه لي انهم بيكشفوا الكذابين. دي بالنسبه لي حاجه مهمه طبعا. اوكي طبعا. لان انا برضو بكشف الكذابين، فبنبقى قاعدين مرتاحين مع بعض ومحدش هيكذب علينا. خدت وقت. مين؟ خدت وقت عشان نبقى اصحاب؟ سنين. لان برج العقرب لازم يتاكد قوي علشان يتعامل بالشفافيه وانت عارفه برج العقرب دخلته عليكي دخله قليطه. مثلا زي ما هو سناب كده، وبعدين اول ما يرتاح للي قدامه ده حقيقي الدنيا تبقى لطيفه. ده حقيقي. بس الدخله دي على فكره مش قلاطه، لان هو كل حواسه بتبقى في انه يكتشف، مركزه. فمش مخلي باله من ابتسامته ولا ادائه، هو بيخترق اللي قدامه، فتركيزه كله ازاي يحلله، ازاي يركز في النظره، ازاي يركز في الكلمه. هو طاقه عصبيه، وعلى فكره كلهم بيبقى عندهم مشكله في معدتهم. قولونهم بايظ. لانه عندهم قولون عصبي، ومن كتر ما هم عندهم قوه تحمل غير طبيعيه. وهو البرج الوحيد اللي عنده كوكبين. عنده كوكبين؟ كوكبه بلوتو والمريخ مع بعض. وكوكب الحب بتاعه اورانوس اللي هو كوكب التغيير والديمقراطيه فهو تركيبه كده فيها كذا راء. هو بلوتو مديله الاحساس دايما ان هو بيتخلل ويعمل يتوغل. لا يتخلل فيه او يتخلل في الاداء في الموقف، وبعدين يعمل رينوفيشن، اعاده تجديد. فهو بتلاقيه كتير بيسرح قوي في موضوع خلفه البيبي ده تجديد رينوفيشن، الموت تحلل، علاقه الحب بيقعد يراقبه احيانا، بيعيش عشان يكتشف ده مش عشان يحسه على المستوى الشخصي. بس هو السنه دي هو عاش سنتين طبعا صعبين جدا على كل المستويات، لان كان عنده 2.5 زحل. كان الحقيقه على كل المستويات ضرب 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 ضرب. مش شتيمه خالص. شتيمه خالص. كله الشتيمه كانت بتجيلي انا. الحقيقه يعني الله يقويه. لكن الصحه كانت مرهقه جدا السنه دي. مكان زحل في القوس هيبقى فيه اضافه لصحته حقيقي، في تحسن. في حاجه تانية، وجود بلوتو في برج الجدي ومستمر، ده بيته الثالث، فهيفضل في حاله اكتشاف وتخلل واعاده تجديد بالنسبه للتواصل والاتصالات والانشطه الثقافيه والشغل. على طول بيفكر مش ريلاكس خالص. وكوكب الحب بتاعه اورانوس، عشان كده كتير جدا من الستات او الرجاله بيخافوا يا اما من الست العقرب يا اما الستات بتخاف من برج العقرب. هو اسوأ عيب فيه ان هو غيور جدا، يعني بيحب ممتلكاته. لما بيحب حد يعني ممكن انت تقول لي اصحابك
بيغيروا على بعض، بيغيروا على المصلحه، بيغيروا على عربيتهم، بيغيروا على حاجاتهم، بيخافوا عليها وعاملين زي كده. بالظبط كده. اطفالي كده. يعني يا رب ما يكونوش بيتفرجوا عليا. لا بس هو فعلا هم عندهم حاله من حب التملك، دي بقى ما بتنعكس على الست مع راجل تجننه، او العكس راجل يجي تجننه. يعني عنده شك كتير قوي لانه بيخاف يتعور، هو فيري فراجايل من جوه. عشان كده لما بيحب بصدق بيبقى مخلص جدا. اوكي. وبيخاف على مشاعره قوي، فعشان كده بيظهر المنظر ده العنيف ده. المنظر الايمج والبرستيج. ايوه ممكن ناخد بالظبط فاصل كده. ونرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك. قوي وحشتني. فاصل يا اولاد، يلا. راقي الفلور مانجر بتاعت النهارده دي ما تخشش كل الناس بتقول 3 دي تقول 3 مش طبيعي اللي انا بسمعه ده يا ولاد. تغيير يرضيكي كده؟ لا كبر دماغك يا شريف كمان. صحيح ديتيلز برج العذراء. احنا كده مميلين يا اختي، عارفه؟ ديتيلز. بمناسبه الديتيلز، انت المره اللي فاتت قلتي في مربع منيل بنيله كده هيجي في اخر اكتوبر. قلتي بقى هيحصل مش عارف حاجات وحاجات طبيعيه وحاجات هتحصل. ده حقيقي. اسكندريه غرقت. والنهارده الطياره وقعت. الحمد لله انا جت على قد كده. ما الحمد لله، بس يعني الحمد لله احنا كنا ما صدقنا. لا انا كنت خايفه من حاجات ثانيه. والنبي؟ حاجات بقى عسكريه وكده. الحمد لله. طب الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر يا رب. بعدنا المربع ده خلص ولا ما خلص؟ خلص؟ خلص. النهارده كام في الشهر؟ 1. النهارده 1 ولا 31؟ هو اكتوبر ده 1 ولا 31؟ النهارده 30. النهارده 1. يبقى 1. الحمد لله. مش النهارده السبت؟ هو اكتوبر 31؟ امال نوفمبر 30 يبقى بكره. هي بصي انت اللي بتاعتي بيقول لك كنيتها برضه شوف ليها فايده ازاي. خليكي قاعده هنا هي رقيقه ماسكه النتيجه وتقولي لنا النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ 31. جميله. اي لاف جميله قوي. طيب كلهم حلوين. كل الكروب بتاعي الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. فيري نايس. ما يحسد الملل لاصحابه. معلش. بس ستر الله يعني. سكت. عادي يا ليلى. بالمربع ده خلاص ماشي بكل قرفه، يعني كان لازم النهارده يختمها بالبتاع اللي وقعت. ما علينا. معلش. طيب قولي لي. هو كمان يعني انا فاكره ان احنا قلنا انه هيخلص 29. بس لازم اموه ان احيانا الحسابات بتفرق لان احنا بنتعامل بارقام. انا فاهم. فابروكسيمتلي بالوين. بالوين. طب تيجي نرجع لبرج نرجع العقرب. طب ايه بقى؟ برج العقرب بقى ده شخصيه مركبه في كل الحاجات الحلوه وفي كل الحاجات الوحشه. يحكموا ايه بقى عشان يا امهات اصحاب برج العقرب، العيال اصحاب برج العقرب ركزوا في التربيه قوي. الشخص اللي متربي، اللي بيعرف ربنا، اللي عنده اثكس مبادئ، اللي عنده خوف يعني بيخاف من ربنا ويختشي منه ويتكسف، بيطلع رائع. لان هو عنده بذره الانتقام وبذره الحقد وبذره الصراع والوصوليه، لان هو بيمثل زي المس كده بتاعت الاساطير، الايكون بتاع النفس البشريه بضعفها الانساني. فتلاقي الشخص اللي متربي كويس قوي حاجه رائعه، تحمل المسؤوليه، بيشيل هم اللي حواليه، بطموحه. ما برج العقرب فيهم الميزه دي. بيشيلوا هم اللي حواليهم. ده حقيقي. وعندهم مسؤوليه كويسه. عندهم حاجه ما اعرفش انت هتجاوبيني، والنبي وطوا المزيكا شويه عشان اركز بعد اذنكم. شكرا للدي جي. جزء من سعادتهم في الحياه ان اللي حواليهم يبقوا مرتاحين في بيتهم، في اصحابهم وبس. اوكي. وبس. غير كده القريبين من قلبهم اللي خدوا علامه صح بالنسبه لهم. اوكي. ما بعد ذلك لا. اوكي. ممكن يبقى عندهم شيء من الرحمه لو اتربوا حلو، للناس اللي هي ضعيفه، اوت اوف رحمه مش اوت اوف حب ولا سيمباثي ولا حنان. لا، هو حنين جدا وبيشيل هم اللي حواليه، في اسرته، في ولاده، في اصحابه، في ولادها، في المقربين جدا. في بقى حته ان هو
اهم حاجه بالنسبه له تانية بنعتبرها عيب، ولازم كمان الكبار يخلوا بالهم منهم ان هم ما يتحولوش الى عبده المال يعني، لان هم من كتر ما هم الهدف بتاعهم هم دايما بيدوروا على الباور يا شريف. فشايفين ان المال is the power of life. الباور دي بيعملوا بيها حاجات كتير، ده كل ده بيخبي حنيه وضعف شديد، تحمل مسؤوليه، خوف من ربنا ومبادئ، بيبقوا بايونيرز بقى يعني سيمبلز. لازم هو هي سيكس باور ورياسه واداره، بس عكس الاسد. الاسد ربنا بيخلقه رئيس، تلاقي بقى شويه عيال كده، تلاقي واحد عمل رئيس في السيوم، تعرف ان ده برج الاسد. ايوه لو ما بيلعبوا استغماية دول. اللي هو اللي يمشي الجروب بتاعه من هو قد كده. لكن اصحاب برج العقرب ستات ورجاله they seek for it بشكل سيكريت، يعني هو مش واضح، هو غامض جدا. غامض جدا، ودايما عنده احساس دائم بان الدنيا اللي حواليه دي بتاعته، محدش يدخلها، المساحه دي محدش يدخلها الا باذنه والا اللي يديهم الكارت بتاع قلبه. فهو شخصيه مميزه جدا، لو صح تربيتها يبقوا حاجه جميله قوي، لو صح خوفه من ربنا والتزامه الاخلاقي ومبادئه يبقى حاجه بياند. طبعا هو في حاجه كمان بياند، فاهم يعني ايه بياند؟ يعني ابعد من المتوقع، حاجه في الاحلام يعني. بيبقى سيمبل يعني بطل، هيرو، رمز. ايوه رمز. احنا قلنا ان هو بيبتدي من 23 اكتوبر لحد 22 نوفمبر، عنصره مائي، الكوكب اللي بيحكمه بلوتو والمريخ، وكوكب المهنه الشمس، كوكب الحب الزهره، كوكب المال، عشان كده هو افسر الفلوس ومرزق المشتري جوبيتر. ومن كتر ما هو بيشتغل بجد، ايا كان مستواه ايه، بيشتغل وبيفكر وبيحاول يتطور، لان هو تركيبته تبحث الى اعاده الحياه. فتلاقي واحد قد كده اهو في مهنه ممكن تغيب عنه 10 15 سنه تلاقيه يمتلك هذه المهنه. احب انا الناس دي قوي. لا ناس احب انا الناس دي جدا. اللي هم ما عندهمش مستحيل. بس بقى الفرق بقى ان اللي بيعمل كده لو مش متربي هيبقى وصولي، وهيبقى لو ما بيعرفش ربنا بقى هيدوس على الناس وهيظلمهم. فهو هو أيقونة الحياة فعلا، تمثل الحياة والموت والضعف الإنساني. عشان في زي خبر نازل على العاجل على الطيارة، فحصوا الصندوق الأسود بتاعها، وبيتقال إن مفيش حاجة غير عادية حصلت، يعني في الغالب هيبقى عطل فني بقى. طاقة كوكبية، مش احنا قلنا مربع. هتخفي في ناس تركب الطيارات. لا مفيش حاجة، خلاص خلص كده لحد إن شاء الله. لا أنا كنت متوقع إن يتقال كده إن عطل أو حاجة في الطيارة، لأنها كمان كانت عالية جدا ومفيش حاجة ممكن توصل لها من الآخر. هو طيران روسي ومفيش حاجة ممكن يعني ما ينفعش. احنا طيراننا المصري الحمد لله، الله أكبر زي الفل. أقدار يا جماعة، أقدار. ما تقوليش على طيراننا المصري. لا الله اكبر. انا ما انت عارفه ان يعني احنا مستحملين كل سلبياته بسنين. مفيش لا كانت في سلبيات كتير، بس اللي اتحسن قوي. ما اقصدش ان انا انتقده، اقصد ان هو على قلبنا زي العسل بكل السلبيات اللي بنمر بيها. صراحه ايه، متشهده حق. اخر سنتين مصر للطيران انا شايف انها اختلفت الى الاحسن. لا انا مختلفه معاك. ده انا ركبت كميه رحلات خلال السنتين اللي فاتوا. انت اكتر. وركبت قصدي شركات طيران مختلفه في الحقيقه، يعني مثلا اليطاليا. اللي يمكن بقى اليطاليا مثلا. لا اليطاليا دي بياند كارثه. بريتش دع شنطتك في اليطاليا. والبريتش برضه، بريتش ايرويز لا يا شيخ. لا وكنت ايه بقى رحله ايه عشان ما يقولكيش اللي هم بيجوا القاهره بس، لا كانت رحله لندن هيثرو ميامي في امريكا. لا بس انا لازم نقول كلمه حق بصراحه، الطيران الاماراتي لا ما شاء الله عليهم. ما هو دولت شاطرين ما شاء الله عليهم. هو كل حاجه بيقولوا ايه، هو الطيران بس. صراحه بنقر على شعب الامارات. لا بعد الشر بيجننوا ويستاهلوا كل خير. نحترمكم فكروا واشتغلوا حلو. بلاش شيء. لا شعب الامارات ده هقول لك حاجه، انا بحبهم قوي. غير ان انا بحبهم وبحترمهم، هم عملوا اعجاز ان
يعني اللي هم فيه ده من 42، يعني بداوه من 42 سنه او 43 سنه، وعملوا انجاز، بقت ديستنيشن مهمه قوي لكل حاجه، محطه لكل حاجه اقتصاديه، كل حاجه ترفيهيه، كل حاجه. فبرافو عليكم. ممكن ارد؟ تستاهلوا ده. ردي. اوكي، برافو جدا وصح، وانا موافقه بكل الكلام. هي المساله تخطيط، استراتيجي، تظبيط، تمويل، مراقبه، اداره. بدليل ان احنا عملنا قناه السويس بنفس السيستم وخلصت في سنه، صح؟ بدليل ان احنا ما بنعوز نعمل حاجه بنعملها كويس قوي. لازم يحصل تعليم وتدريب. ابنوا البلد كلها مش هتنفع من غير ما يحصل تعليم صحيح وتدريب. التعليم عندنا تحت الارض. يا اخي انا مره كنت في الامارات، قابلت واحده يابانيه ولا صينيه نازله من الاوتيل، فعايزين نروح، عايزه اروح دبي مول، فركبت معايا هي كمان رايحه ونتعرف على بعض. جايه تعمل ايه تفتكر؟ جايه تدرب اللي بيبيعوا في المحلات. every single thing بيدربوا فيها. عندنا ده انا قلت لك ان انا ابتديت ادرس الحاجات دي. بس احنا عندنا في بعض المحلات اللي فتحت في مصر دلوقتي، التشينز الكبيره العالميه، البياعين اللي فيها متدربين حقيقه وشاطرين. وعلى فكره مش تدريب وبخ، لا ده كل سنه عندهم حاجه جديده. حاجه جديده. لا بس يعني في، مش عايزين نذكر اسامي. عندنا بعض التشينز او المحلات اللي البراندز اللي فتحت في مصر العالميه، البياعين اللي فيها مصريين شاطرين جدا جدا جدا. صدقني الشعب المصري لو اتدرب هيطلع منه انجازات قويه لو بقى في اداره صح قوي. المهم دي واحده دي عشان المخرج بيشتمني، بيقول لي فاضل لنا 7 دقايق. قلت له هي قاعده واحنا قاعد ومبسوطين. لا ليه بقى؟ قولي للاستاذ شاكر ما قلناش. سيبك من رايي. يا استاذ شاكر من فضلك عشان خاطري سيبنا شويه يا استاذ شاكر. خلاص مش 5 دقايق كمان. اشكرك يا استاذ شاكر، شكرا. 5 دقايق والنبي. خلاص لا ادوا لنا 15 دقيقه. الله نايس، انت جميل. مش بقول لك برج الاسد هو جنرس وطيوب. بص يا سيدي، احنا نرجع تاني بقى، هنقول ان ده كوميدي، احنا لازم نعمل برنامج سوا يعني ما ينفعش بقى. تايم. انا هترفد من القناه دي قريب. بص يا سيدي، كوكب المال المشتري، وده عشان كده هو محظوظ ماليا، وكوكب الصحة والعمل المريخ، وكوكب البيت والأسرة أورانوس. أورانوس ده كوكب البيت والأسرة اللي هو عمل لنا الثورة. فيا أي راجل متجوز امرأة العقرب، يعني إيه اللي هو اللي عمل لنا الثورة؟ أورانوس ده بيتميز بالتغيير والديمقراطية وأنا حقي وحقوقي. ده 2011 موجود. ما هو ده يوم ما دخل الدنيا اتقلبت. وهو لسه فاكره الحلقه بتاعت راس السنه؟ عمري لن انسى هذه الحلقه في حياتي. يا لا يا عمر، ولا عقدتيني. انا نفسي عقدت نفسي يعني. انا ايه يا ماما جم ولا ايه؟ لا صحيح. المهم اورانوس ده كوكب الاسره، فهذا يعني اللي اي حد متجوز يا راجل برج عقرب او ست برج عقرب ده ما يعرفش يتخنق، ما يعرفش يعمل جدول ويقول انا ده كوكب الحريه والديمقراطيه، ما يعرفش يتكتم. لازم يعيش المساحه بتاعته. لازم الراجل اللي متجوز برج العقرب سيبها تشتغل، سيبها تعبر عن رايها، هي كده، دي طبيعتهم، وهيربوا عيالهم كده، وهيبقى في حوار. وما يقدروش يتجوزوا لمجرد الجواز، لازم يتجوزوا حد يشتغل مع دماغهم ويشتغل مع الكيمياء بتاعتهم. هم ما يعرفوش يخدعوا نفسهم، واذا خدعوا نفسهم يبقى الهدف خلص، الهدف خلص الليله، ويبقى هنا دث. هو بيتعامل مع رينوفيشن ودث، موت. دث العلاقه، دث العمل، دث، خلصت المصلحه انتهت. اقلب. اوكي. الوانهم الاحمر والموف بدرجاته. الوان بتدعم الحب والرومانسيه والاجتماعيات. اللون الاخضر الوان بتدعم قدره المكاسب والاكتساب. الازرق. الاحجار حتى حجرهم غريب، حجر اسمه بلاد ستون. بلاد ستون ده عباره عن حجر اخضر منقط نقط حمراء، والياقوت بكل انواعه الوانه بس يفضل الاصفر. المعدن الحديد والستيل، يعني الفول. استني يا هاب، ايه تاني؟ كنا طلبنا نقعد شويه. عايزين فاصل عشان هنضم على القناه الاولى الظاهر هيقولوا حاجه. طيب اوكي، فاصل، ضموا يلا. محركاتها وكافة شيء، وإن شاء الله يبدأوا في تفريغ هذه البيانات، وبناء عليه يتم الدراسة الخاصة بأسباب
التي أدت إلى سقوط الطائرة. ده بالنسبة للموقف الحالي، ومن عمليات الإخلاء مستمرة. كان عدد السيارات الإسعاف اللي موجودة في موقع الحطام في حدود 50 سيارة. عمليات الإخلاء مستمرة من مطار كبريت إلى المشرحة في منطقة زينب. ده الموقف بالنسبة لنا في الوقت الحالي. في فريق من روسيا متخصص في عمليات البحث هيصل مساء اليوم. أيضا في مجموعة من الخبراء من الشركة المصنعة إلى جانب الشركة المالكة، وده إجراء طبقا للمعاهدات الدولية. بينضم إلى فريق العمل أو والبحث من وزارة الطيران المدني، ومعالي وزير الطيران المدني ممكن يلقي بعض الضوء عن هذه الإجراءات. لو ليكوا أي استفسارات اتفضل. مشاهدينا الكرام، سيتم بإذن الله إذاعة المؤتمر الصحفي كاملا. ملحقناش نضم، ما فهمناش حاجه، بس هو في فريق روسي هيجي عشان الحاجات اللي بتحصل وكده، وان شاء الله خير يعني. خلاص احنا بصي على ايه بقى؟ ما الحاجات دي مش بتاعتي انا، اطلع اقول الحاجات دي بس. ان شاء الله خير. هو واضح ان المربع ده مقصر. لا لا ان شاء الله مش من شويه بقول لهم في القناه ادونا شويه وقت اهو. لا لا بتحصل يا جماعه. بس عشان عايز اقول حاجه. قول. احنا ضمينا دلوقتي كنا على التلفزيون المصري، وخليني بس اقول حاجه عشان اهل ماسبيرو زعلانين، وانا واحد من اهل ماسبيرو وانا عارف هم زعلانين ليه. وببعت بس الف سلامه وتحيه لكل العاملين في مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي انا من ولاده، والمبنى ده والاعلاميين اللي فيه كلهم ناس محترمه، ناس فنانين، ناس مبدعين، وبيشتغلوا باقل الامكانيات صحيح. اللي موجوده في اي حته في العالم. صحيح. وقادرين يطلعوا شاشه. ومره تانية كل المذيعين، اغلبيه المذيعين والمخرجين والمعدين والمصورين اللي في كل القنوات الفضائيه اللي جوه مصر والخارج مصر هم اصلا طالعين من مبنى ماسبيرو. اللي كل في العالم العربي، اللي كل في العالم العربي، وان شاء الله ماسبيرو يرجع احسن واحسن. وفي مذيع في القناه النيل الثقافيه امبارح كان ليه رد، ما مش عايز اتكلم اخش في ديتيلز، بس انا ببعت له انا مش عارف اسمه، اما احمد عبد العزيز او محمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز، ببعت له الف سلامه وتحيه على الرقي وعلى اللغه المحترمه وعلى الاداء، وحاجه غير عاديه الحقيقه. اشكرك. اكمل. جميل. ثانك يو. احنا وصلنا ان الالوان بتاعته الاحمر والموف بدرجاته، وقلنا تدعم الحب الاخضر، المكسب الازرق، الاحجار حاجه قلنا بلاد ستون اللي هو الاخضر المنقط، والياقوت الاصفر، المعدن الحديد والستيل من كتر قوته، الروائح ريحه الجوز الهند والبطيخ. والله ايه اللي بيحتاجه من صفات. دول عملوا منه برفانات كمان. برفان بريحه البطيخ؟ الفليفر والنبي. زي ما عملوا الاستروبري. الفراوله ريحه؟ طبعا. ازاي بقى؟ طبعا. روح هقول لك روح فين. بعدين يعني. الصفات اللي محتاجه للاتزان، لازم يبص للامور برؤيه اوسع. هو من كتر ما هو متوتر وشكاك وخايف وعايز الامور تبقى صح على طول، لازم يوسع افقه. وكل ما بيكبر وبينضج ما بيقفش عند حاجات صغيره، زي يعني قبل كده بيقف وغضبه وحش. هو ما بيغضبش بسهوله، بس هو عصبي لان عنده مريخ زي الحمل، خلقه ضيق، فبيحب الناس اللي جايه قدامه تبقى فاهمه وذكيه وكده. اقوى الصفات بقى اللي عنده الحلوه، الاخلاص، التركيز، بيحدد الاتجاه والهدف، الشجاعه، العمق. اقوى الصفات اللي محتاجها ولازم يبحث عنها التأثير والتحويل. يعني الشخص برج العقرب اللي مش فاهم نفسه، هو من جواه مش هيرتاح غير لما يلاقي حاجة يعملها يأثر في الآخرين ويحس ان حصل تحويل في حياته. هو ما يعرفش الحياة تبقى ماشية مونوتونس خالص. ما ينفعش يفضل موظف على نفس شغلانة على نفس الخط، لازم يحصل تطور. ما ينفعش، لازم يحصل زي بالظبط الزرعة اللي لازم تطلع شجرة، ما ينفعش ما تزرعش ويطلع منها حته ويزرع واحده ثانيه. لازم يحصل هو ده. ايا كان بقى صاحب برج العقرب او صاحبه برج العقرب، لازم تبدع حاجه، تطلع حاجه.
الرينيفيشن دي هي اللي بتغذي نفسيته. اللي طبعا لازم يتحاشاه الغيرة والانتقام والحقد، الأبراج اللي بتتوافق معاه السرطان والحوت. هو صحته كانت وحشة، في تحسن من الزحل، كان مضغوط عليه جامد، فدلوقتي هيحصل تحسن كويس قوي وهيحس بيه. لسه بلوتو مكانه في نفس المكان برج الجدي اللي هو كوكبه، وده معناه ان هو في البيت الثالث برج العلاقات الاجتماعية والتواصل، فسيظل الحال زي ما هو. صراعات الشغل وصراعات العمل ساعات بيدخل فيها لدرجة ممكن يمرض، يعني ممكن يجيله ضغط، يجيله سكر، يجيله قرحة من كتر ما هو بيعيشها بأعصابه جامد قوي. لازم يتعلم انه يفصل جهازه العصبي، ودي صعبة محتاجة يوجا يعني، او ياخد الامور بالترتيب وببطء، لان بهدوء، لان هو بيبقى احيانا من عصبيته زهوق فعايز يوصل بسرعة. كل حاجة محتاجة وقتها. بمناسبة اليوجا عندنا فقرة يوجا يوم الاثنين. بجد؟ نايس، حلو قوي. بس ده في اتجاه قوي جدا للعلوم دي في العالم يعني. طبعا المشتري لما دخل الاسد من اول يوليو 2014 وهو نقل من 2000 في اغسطس 11 اغسطس في العذراء، حصل بقى حاله من الابداع وحاله من الجمال يعني. الابراج اللي ما بتتوافقش معاه الثور والاسد والدلو، الابراج اللي بتساعده، وانت هتسالني ازاي الاسد وما بيتوافقش بيساعد. ازاي؟ مش خيال يا ناس. هقول لك ازاي. طب ما تتوافقش في العشره، ما تستحملش الريتم بتاعه، ما تستحملش ادارته، ما تستحملش عصبيته، بس تساعده عشان هو هيتوافق مع دماغه، هيتوافق من رؤيته. هو ادارجي والاسد ادارجي وعنده هدف، الاثنين عايزين نعمل دي هنا هتخلص، هيخلصوها. الابراج اللي بتدعمه عاطفيا الدلو، رغم انه ما يتوافقش يعيش معاه. ليه؟ لان هو له متطلبات، الدلو يحن عليه، لكن لو عاشره ما يقدرش يكمل معاه. طبعا احنا كل الكلام ده بنقوله البرج الصرف، ما فيش اسندنس، يعني يطلع دلو واحده متجوزه عقرب وهي دلو اسندنس عقرب، تقول انا مش لا متوافقه، اوكي. لكن الدلو برضه العقرب عقرب، لان ممكن الطرف العقرب بيكون اسندنس اي حاجه. طبعا يا حياته وجماله العقرب اللي يبقى اسندنس هو مائي ومريخ ناري، فلو اسندنس من دول او ترابي، الدنيا هتبقى هاديه وهيبقى شخص اهدى واكثر هدوءا واكثر وضوحا. انما مثلا لو هيبقى الاسندنس ناري هيبقى بقى يعني صواريخ شمس وقمر يعني. بس في النهايه السنه الحمد لله فيها تحسن في كل حاجه. اكتر حاجه هيحس بيها قوي اللي هو التقدم الذاتي، هيحصل تطور رهيب لفهمه الذات ونضوج رهيب وبس. وكل سنه وكل اهل العقرب طيبين. اذا انت خلصتي؟ ليه ما نقعد شويه؟ ما انت تقول لي يلا قناتنا والاعلاناتنا. لا ان كان حبيبك عسل. يا هلا، شرفتينا ونورتينا بجد. ربنا يخليك يا حبيبي. ما تنساش حلقتنا النهارده من البدايه، عندنا اعاده 3 فجر بتوقيت القاهره ان شاء الله بكره الحد، عندنا في المطبخ اروى الرملي، بعد كده عندنا خبير مكافحه الجرائم الالكترونيه مهندس فريد عبد المقصود، بعد كده نختم زي كل يوم حد ويورياج سامر كلينيك مع استاذ دكتوره حنان الكحكي واستاذ امراض الجلديه والتجميل بجامعه عين شمس. يا رب النهارده لبكره مصر بلادنا تبقى في احسن حال. نشوفكم في الدنيا وقد الدنيا. شكرا ليكم، السلام عليكم. فاصل عشان هنضم على القناه الاولى الظاهر هيقولوا حاجه. طيب اوكي، فاصل ضموا يلا. محركاتها وكافة شيء، وإن شاء الله يبدأوا في تفريغ هذه البيانات، وبناء عليه يتم الدراسة الخاصة بأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة. ده بالنسبة للموقف الحالي، وعمليات الإخلاء مستمرة. كان عدد السيارات الإسعاف اللي موجودة في موقع الحطام في حدود 50 سيارة. عمليات الإخلاء مستمرة من مطار كبريت إلى المشرحة في منطقة زينة. ده الموقف بالنسبة لنا في الوقت الحالي. في فريق
من روسيا متخصص في عمليات البحث هيصل مساء اليوم. أيضا في مجموعة من الخبراء من الشركة المصنعة إلى جانب الشركة المالكة، وده إجراء طبقا للمعاهدات الدولية. بينضم إلى فريق العمل والبحث من وزارة الطيران المدني، ومعالي وزير الطيران المدني ممكن يلقي بعض الضوء عن هذه الإجراءات. لو ليكوا أي استفسارات اتفضل. مشاهدينا الكرام، سيتم بإذن الله إذاعة المؤتمر الصحفي كاملا. ما لحقناش نضم، ما فهمناش حاجه، بس هو في فريق روسي هيجي عشان الحاجات اللي بتحصل وكده، وان شاء الله خير يعني. خلاص احنا عارفين. بصي على ايه بقى؟ ما الحاجات دي مش بتاعتي انا، اطلع اقول الحاجات دي بس ان شاء الله خير. هو واضح ان المربع ده مقصر. لا لا ان شاء الله مش من شويه بقول لهم في القناه ادونا شويه وقت اهو. لا لا بتحصل يا استني جماعه. بس عشان عايز اقول حاجه. قول. احنا ضمينا دلوقتي كنا على التلفزيون المصري، وخليني بس اقول حاجه عشان اهل ماسبيرو زعلانين، وانا واحد من اهل ماسبيرو وانا عارف هم زعلانين ليه. وببعت بس الف سلامه وتحيه لكل العاملين في مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي انا من ولاده، والمبنى ده والاعلاميين اللي فيه كلهم ناس محترمه، ناس فنانين، ناس مبدعين، وبيشتغلوا باقل الامكانيات صحيح. اللي موجوده في اي حته في العالم. صحيح. وقادرين يطلعوا شاشه. ومره تانية كل المذيعين، اغلبيه المذيعين والمخرجين والمعدين والمصورين اللي في كل القنوات الفضائيه اللي جوه مصر والخارج مصر هم اصلا طالعين من مبنى ماسبيرو. اللي كل في العالم العربي، اللي كل في العالم العربي، وان شاء الله ماسبيرو يرجع احسن واحسن. وفي مذيع في القناه النيل الثقافيه امبارح كان ليه رد، ما مش عايز اتكلم اخش في ديتيلز، بس انا ببعت له انا مش عارف اسمه، اما احمد عبد العزيز او محمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز، ببعت له الف سلامه وتحيه على الرقي وعلى اللغه المحترمه وعلى الاداء، وحاجه غير عاديه الحقيقه. اشكرك. اكمل. جميل. ثانك يو. احنا وصلنا ان الالوان بتاعته الاحمر والموف بدرجاته، وقلنا تدعم الحب الاخضر، المكسب الازرق، الاحجار حاجه قلنا بلاد ستون اللي هو الاخضر المنقط، والياقوت الاصفر، المعدن الحديد والستيل من كتر قوته، الروائح ريحه الجوز الهند والبطيخ. والله ايه اللي بيحتاجه من صفات. دول عملوا منه برفانات كمان. برفان بريحه البطيخ. الفليفر والنبي. زي ما عملوا الاستروبري. الفراوله ريحه. طبعا. ازاي بقى؟ طبعا. روح هقول لك روح فين. بعدين يعني. الصفات اللي محتاجه للاتزان، لازم يبص للامور برؤيه اوسع. هو من كتر ما هو متوتر وشكاك وخايف وعايز الامور تبقى صح على طول، لازم يوسع افقه. وكل ما بيكبر وبينضج ما بيقفش عند حاجات صغيره، زي يعني قبل كده بيقف وغضبه وحش. هو ما بيغضبش بسهوله، بس هو عصبي لان عنده مريخ زي الحمل، خلقه ضيق، فبيحب الناس اللي جايه قدامه تبقى فاهمه وذكيه وكده. اقوى الصفات بقى اللي عنده الحلوه، الاخلاص، التركيز، بيحدد الاتجاه والهدف، الشجاعه، العمق. اقوى الصفات اللي محتاجها ولازم يبحث عنها، التاثير. ما شاء الله عليهم. ما هو دولت شاطرين ما شاء الله عليهم. هو كل حاجه. بيقولوا لي هو طيران بس. صراحه بنقر على شعب الامارات. لا بعد الشر. بس بنحبكم. بيجننوا ويشتغلوا كل خير. بنحترمكم. كمان فكروا واشتغلوا حلو. بلاش شيء. لا شعب الامارات ده هقول لك حاجه، انا بحبهم قوي. غير ان انا بحبهم وبحترمهم، هم عملوا اعجاز. ان يعني اللي هم فيه ده من 42، يعني بداوه من 42 سنه او 43 سنه، وعملوا انجاز. بقت ديستنيشن مهمه قوي لكل حاجه، محطه لكل حاجه اقتصاديه، كل حاجه ترفيهيه، كل حاجه. فبرافو عليكم. ممكن ارد؟ تستاهلوا ده. ردي. اوكي، برافو جدا وصح، وانا موافقه بكل الكلام. هي المساله تخطيط، استراتيجي، تظبيط، تمويل، مراقبه، اداره. بدليل ان احنا عملنا قناه السويس بنفس السيستم وخلصت في سنه، صح؟ بدليل ان احنا ما بنعوز نعمل حاجه بنعملها كويس قوي. لازم يحصل تعليم وتدريب.
ابنوا البلد كلها، مش هتنفع من غير ما يحصل تعليم صحيح وتدريب. التعليم عندنا تحت الارض. يا اخي انا مره كنت في الامارات، قابلت واحده يابانيه ولا صينيه نازله من الاوتيل، فعايزين نروح، عايزه اروح دبي مول، فركبت معايا هي كمان رايحه ونتعرف على بعض. جايه تعمل ايه تفتكر؟ جايه تدرب اللي بيبيعوا في المحلات. every single thing بيدربوا فيها. عندنا ده انا قلت لك ان انا ابتديت ادرس الحاجات دي. بس احنا عندنا في بعض المحلات اللي فتحت في مصر دلوقتي، التشينز الكبيره العالميه، البياعين اللي فيها متدربين حقيقه وشاطرين. وعلى فكره مش تدريب وبخ، لا ده كل سنه عندهم حاجه جديده. حاجه جديده. لا بس يعني في، مش عايزين نذكر اسامي. عندنا بعض التشينز او المحلات اللي البراندز اللي فتحت في مصر العالميه، البياعين اللي فيها مصريين شاطرين جدا جدا جدا. صدقني الشعب المصري لو اتدرب هيطلع منه انجازات قويه لو بقى في اداره صح قوي. المهم دي اول واحده، دي عشان المخرج بيشتمني بيقول لي فاضل لنا 7 دقايق، قلت له هلا قاعده واحنا قاعد ومبسوطين. لا ليه بقى؟ قولي احنا لأستاذ لسه ما شاكر قلناش. سيبك من راي. يا استاذ شاكر من فضلك عشان خاطري سيبنا شويه يا استاذ شاكر. خلاص مش 5 دقايق كمان. اشكرك يا استاذ شاكر، شكرا. 5 دقايق والنبي. خلاص لا ادوا لنا 15 دقيقه. الله نايس، انت جميل. مش بقول لك برج الاسد هو جنرس وطيوب. بص يا سيدي، احنا نرجع تاني بقى، هنقول ان ده كوميدي، احنا لازم نعمل برنامج سوا يعني ما ينفعش بقى تايم. انا هترفد من القناه دي قريب. بص يا سيدي، كوكب المال المشتري، وده عشان كده هو محظوظ ماليا، وكوكب الصحة والعمل المريخ، وكوكب البيت والأسرة أورانوس. أورانوس ده كوكب البيت والأسرة اللي هو عمل لنا الثورة. فيا أي راجل متجوز امرأة العقرب، يعني إيه اللي هو اللي عمل لنا الثورة؟ أورانوس ده بيتميز بالتغيير والديمقراطية وأنا حقي وحقوقي. ده 2011 موجود. ما هو ده يوم ما دخل الدنيا اتقلبت. وهو لسه فاكره الحلقه بتاعت راس السنه؟ عمري لن انسى هذه الحلقه في حياتي. يا لا يا عمر ولا عقدتيني. انا نفسي عقدت نفسي يعني. انا ايه يا ماما جم ولا ايه؟ لا صحيح. المهم اورانوس ده كوكب الاسره، فهذا يعني اللي اي حد متجوز يا راجل برج عقرب او ست برج عقرب ده ما يعرفش يتخنق، ما يعرفش يعمل جدول ويقول انا ده كوكب الحريه والديمقراطيه، ما يعرفش يتكتم. لازم يعيش المساحه بتاعته. لازم الراجل اللي متجوز برج العقرب سيبها تشتغل، سيبها تعبر عن رايها، هي كده دي طبيعتهم، وهيربوا عيالهم كده، وهيبقى في حوار، وما يقدروش يتجوزوا لمجرد الجواز، لازم يتجوزوا حد يشتغل مع دماغهم ويشتغل مع الكيمياء بتاعتهم. هم ما يعرفوش يخدعوا نفسهم، واذا خدعوا نفسهم يبقى الهدف خلص، الهدف خلص الليله، ويبقى هنا دث. هو بيتعامل مع رينوفيشن ودث، موت. دث العلاقه، دث العمل، دث خلصت المصلحه انتهت. اقلب. اوكي. الوانهم الاحمر والموف بدرجاته. الوان بتدعم الحب والرومانسيه والاجتماعيات. اللون الاخضر الوان بتدعم قدره المكاسب والاكتساب. الازرق. الاحجار حتى حجرهم غريب، حجر اسمه بلاد ستون. بلاد ستون ده عباره عن حجر اخضر منقط نقط حمراء، والياقوت بكل انواعه الوانه بس يفضل الاصفر. المعدن الحديد والستيل يعني الفول. طب استني يا هاب، احنا كنا طلبنا نقعد شويه. عايزين ايه ده؟ عدي كده واحنا رجعنا لكم مرة تانية. النهارده هنتكلم عن برج العقرب، وما دام قلنا برج وابراج وعقارب وحاجات من دي يبقى اكيد معانا النهارده خبيرة الابراج والناشرة هالة عمر. وقبل ما اقول تبتدي بس، لا ميرسي جدا على الهدية الحلوة، قلم كل سنة وانت طيب متأخرة بمناسبة عيد ميلادي. ثانك يو. انا كمان عايزة ابارك قوي الاستاذ شاكر كامل. ايوه بنبعت له الف مبروك. وصي عليا شوية. ده راجل جميل وطيوب قوي. I love him. انا بحبه قوي. والنهارده جيت مخصوص عشان امبارح زعلته عشان طلعت تلت ساعه متاخر، كان في حادثه. طب اعمل ايه؟ النهارده قلت لهم عايز اطلع في الميعاد عشان ما اكسفش الراجل. استاذ شاكر خلي بالك. هو طيب وجميل وجدع وصاحب صاحبه. طب بس واصين حلقه يوم الاثنين يدينا شويه وقت عشان الوقت هيبقى طويل. قولي له عشان انا هطلع له المكتب بقى. خلاص بس كده يا رايق، احنا في السيف سايد. دبسنا على الهوا. اخبار العقارب ايه؟ كويسه.
ده في تقدم رائع. بس برج العقرب لسه انا شيف شريف، شفتي المارشميلو الاول؟ ايه ده؟ رائع. انا كده ما بيهزرش. بصي حلو صحيح يعني. برج العقرب الحاجه اللي دايما بقول عليها عندهم انه محدش ينفع يكذب عليهم. هم عندهم ملكه كده ربنا مديها لهم، يقروا الانسان وكأن اللي قدامهم ترانسبيرنت، شفاف، ولا هيتنصب عليهم ولا هيتفشل عليهم ولا هيتكذب عليهم ولا حاجه كده. هو عشان كده بقى انا اغلبيه اصحابي الانتيم برج العقرب. اوكي، طب ايه فكره ان انت تختار يعني اغلبيتهم ليه؟ علشان جدعان. هم جدعان قوي حقيقه. وعلشان لما بيحبوا بصدق واخلاص، وعشان اوفياء جدا، وعشان انا بالنسبه لي انهم بيكشفوا الكذابين، دي بالنسبه لي حاجه مهمه طبعا. اوكي طبعا. لان انا برضو بكشف الكذابين، فبنبقى قاعدين مرتاحين مع بعض ومحدش هيكذب علينا. خدت وقت. مين؟ خدت وقت عشان نبقى اصحاب؟ سنين. لان برج العقرب لازم يتاكد قوي علشان يتعامل بالشفافيه وانت عارفه برج العقرب دخلته عليكي دخله قليطه. مثلا زي ما هو سناب كده، وبعدين اول ما يرتاح للي قدامه ده حقيقي الدنيا تبقى لطيفه. ده حقيقي. بس الدخله دي على فكره مش قلاطه، لان هو كل حواسه بتبقى في انه يكتشف، مركزه. فمش مخلي باله من ابتسامته ولا ادائه، هو بيخترق اللي قدامه، فتركيزه كله ازاي يحلله، ازاي يركز في النظره، ازاي يركز في الكلمه. هو طاقه عصبيه، وعلى فكره كلهم بيبقى عندهم مشكله في معدتهم. قولونهم بايظ. لانه عندهم قولون عصبي، ومن كتر ما هم عندهم قوه تحمل غير طبيعيه. وهو البرج الوحيد اللي عنده كوكبين. عنده كوكبين؟ كوكبه بلوتو والمريخ مع بعض. وكوكب الحب بتاعه اورانوس، اللي هو كوكب التغيير والديمقراطيه فهو تركيبه كده فيها كذا راء. هو بلوتو مديله الاحساس دايما ان هو بيتخلل ويعمل يتوغل. لا يتخلل فيه او يتخلل في الاداء في الموقف، وبعدين يعمل رينوفيشن، اعاده تجديد. فهو بتلاقيه كتير بيسرح قوي في موضوع خلفه البيبي ده تجديد رينوفيشن، الموت تحلل، العلاقه الحب بيقعد يراقبه، احيانا بيعيش عشان يكتشف ده مش عشان يحسه على المستوى الشخصي. بس هو السنه دي هو عاش سنتين طبعا صعبين جدا على كل المستويات، لان كان عنده 2.5 سنين زحل. كان الحقيقه على كل المستويات ضرب 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 ضرب. الشتيمه خالص. الشتيمه خالص. كله الشتيمه كانت بتجيلي انا. الحقيقه يعني الله يقويه. لكن الصحه كانت مرهقه جدا السنه دي. مكان زحل في القوس هيبقى فيه اضافه لصحته حقيقي، في تحسن. في حاجه تانية، وجود بلوتو في برج الجدي ومستمر، ده بيته الثالث، فهيفضل في حاله اكتشاف وتخلل واعاده تجديد بالنسبه للتواصل والاتصالات والانشطه الثقافيه والشغل. على طول بيفكر مش ريلاكس خالص. وكوكب الحب بتاعه اورانوس، عشان كده كتير جدا من الستات او الرجاله بيخافوا يا اما من الست العقرب يا اما الستات بتخاف من برج العقرب. هو اسوأ عيب فيه ان هو غيور جدا، يعني بيحب ممتلكاته. لما بيحب حد يعني ممكن انت تقول لي اصحابك بيغيروا على بعض، بيغيروا على المصلحه، بيغيروا على عربيتهم، بيغيروا على حاجاتهم، بيخافوا عليها جدا. وعاملين زي كده. بالظبط كده. اطفالي كده. يعني يا رب ما يكونوش بيتفرجوا عليا. لا بس هو فعلا هم عندهم حاله من حب التملك، دي بقى ما بتنعكس على الست مع راجل تجننه، او العكس راجل مجد تجننه. يعني عنده شك كتير قوي لانه بيخاف يتعور، هو فيري فراجايل من جوه. عشان كده لما بيحب بصدق بيبقى مخلص جدا. وبيخاف على مشاعره قوي، فعشان كده بيظهر المنظر ده العنيف ده. المنظر الايمج والبرستيج. ايوه ممكن ناخد فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك. قوي وحشتني. فاصل يا اولاد، يلا. راقي
الفلور مانجر بتاعت النهارده دي ما تخشش كل الناس بتقول 3 دي تقول 3 مش طبيعي اللي انا بسمعه ده يا ولاد. تغيير يرضيكي كده؟ لا كبر دماغك يا شريف كمان. صحيح ديتيلز برج العذراء. احنا كده مميلين يا اختي، عارفه؟ ديتيلز. بمناسبه الديتيلز، انت المره اللي فاتت قلتي في مربع منيل بنيله كده هيجي في اخر اكتوبر. قلتي بقى هيحصل مش عارف حاجات وحاجات طبيعيه وحاجات هتحصل. ده حقيقي. اسكندريه غرقت. ها. والنهارده الطياره وقعت. الحمد لله انا جت على قد كده. ما الحمد لله، بس يعني الحمد لله احنا كنا ما صدقنا. لا انا كنت خايفه من حاجات تانية. والنبي؟ حاجات بقى عسكريه وكده. الحمد لله. طب الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر يا رب بعدنا. المربع ده خلص ولا ما خلص؟ خلص؟ خلص. النهارده كام في الشهر؟ 1. النهارده 1 ولا 31؟ مفيش اكتوبر ده 1 ولا 31؟ النهارده 30. النهارده 1. الحمد لله. مش النهارده السبت؟ هو اكتوبر 31؟ امال نوفمبر 30 يبقى بكره. هي بصي انت اللي بتعملي بيقول كنيته دي برضه شوف ليها فايده ازاي. خليكي قاعده هنا هي رقيقه ماسكه النتيجه وتقولي لنا النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ 31. جميله. اي لاف. جميله قوي. طيب كلهم حلوين. كل الكروب بتاعي الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. فيري نايس. مع حساب المدى الاصحاب. معلش. بس ستر الله يعني. سكت. عادي يا ليلى. والمربع ده خلاص ماشي بكل قرفه، يعني كان لازم النهارده يختمها بالبتاع اللي وقعت. ما علينا. معلش. طيب قولي لي. هو كمان يعني انا فاكره ان احنا قلنا انه هيخلص 29. بس لازم اموه ان احيانا الحسابات بتفرق لان احنا بنتعامل بارقام. انا فاهم. فابروكسيمتلي بالوين. بالوين. طب تيجي نرجع لبرج نرجع العقرب. طب ايه بقى؟ برج العقرب بقى ده شخصيه مركبه في كل الحاجات الحلوه وفي كل الحاجات الوحشه. يحكموا ايه بقى عشان يا امهات اصحاب برج العقرب، العيال اصحاب برج العقرب ركزوا في التربيه قوي. الشخص اللي متربي، اللي بيعرف ربنا، اللي عنده اثكس، مبادئ، اللي عنده خوف يعني بيخاف من ربنا ويختشي منه ويتكسف، بيطلع رائع. لان هو عنده بذره الانتقام وبذره الحقد وبذره الصراع والوصوليه، لان هو بيمثل زي المس كده بتاعت الاساطير، الايكون بتاع النفس البشريه بضعفها الانساني. فتلاقي الشخص اللي متربي كويس قوي حاجه رائعه، تحمل المسؤوليه، بيشيل هم اللي حواليه، بطموحه. ما برج العقرب فيهم الميزه دي. بيشيلوا هم اللي حواليهم. ده حقيقي. وعندهم مسؤوليه كويسه. عندهم حاجه ما اعرفش انت هتجاوبيني، والنبي وطوا المزيكا شويه عشان اركز بعد اذنكم. شكرا للدي جي. جزء من سعادتهم في الحياه ان اللي حواليهم يبقوا مرتاحين في بيتهم، في اصحابهم وبس. اوكي. وبس. غير كده في القريبين من قلبهم اللي خدوا علامه صح بالنسبه لهم. اوكي. ما بعد ذلك لا. اوكي. ممكن يبقى عندهم شيء من الرحمه لو اتربوا حلو للناس اللي هي ضعيفه، اوت اوف رحمه مش اوت اوف حب ولا سيمباثي ولا حنان. لا، هو حنين جدا وبيشيل هم اللي حواليه، في اسرته، في ولاده، في اصحابه، في ولادها، في المقربين جدا. في بقى حته ان هو اهم حاجه بالنسبه له تانية بنعتبرها عيب، ولازم كمان الكبار يخلوا بالهم منهم، ان هم ما يتحولوش الى عبده المال يعني. لان هم من كتر ما هم الهدف بتاعهم هم دايما بيدوروا على الباور يا شريف. فشايفين ان المال is the power of life. الباور دي بيعملوا بيها حاجات كتير. ده كل ده بيخبي حنية وضعف شديد، تحمل المسؤولية، خوف من ربنا ومبادئ. بيبقوا بايونيرز بقى، يعني سيمبلز. لازم هو he seeks power ورياسة وإدارة. بس عكس الأسد ربنا بيخلقه رئيس. تلاقي بقى شويه عيال كده، تلاقي واحد عمل رئيس في يوم، تعرف ان ده برج الاسد. ايوه، لو ما بيلعبوا استغمايه دول. اللي هو اللي يمشي الجروب بتاعهم، ان هو قد كده. لكن اصحاب برج العقرب ستات ورجاله they seek for it
بشكل سيكريت، يعني هو مش واضح، هو غامض جدا. غموض. غامض جدا، ودايما عنده احساس دائم بان الدنيا اللي حواليه دي بتاعته، محدش يدخلها، المساحه دي محدش يدخلها الا باذنه والا اللي يديهم الكارت بتاع قلبه. فهو شخصيه مميزه جدا، لو صح تربيتها يبقوا حاجه جميله قوي، لو صح خوفه من ربنا والتزامه الاخلاقي ومبادئه يبقى حاجه بياند. طبعا هو في حاجه كمان بياند، فاهم يعني ايه بياند؟ يعني ابعد من المتوقع، حاجه في الاحلام، يعني بيبقى سيمبل، يعني بطل، هيرو، رمز. ايوه رمز. احنا قلنا ان هو بيبتدي من 23 اكتوبر لحد 22 نوفمبر، عنصره مائي، الكوكب اللي بيحكمه بلوتو والمريخ، وكوكب المهنة الشمس، كوكب الحب الزهرة، كوكب المال، عشان كده هو أفسر الفلوس ومرزق المشتري جوبيتر. ومن كتر ما هو بيشتغل بجد، ايا كان مستواه ايه، بيشتغل وبيفكر وبيحاول يتطور، لان هو تركيبته تبحث الى اعاده الحياه. فما تلاقي واحد قد كده اهو في مهنه ممكن تغيب عنه 10 15 سنه تلاقيه يمتلك هذه المهنه. احب انا الناس دي قوي. لا ناس، احب انا الناس دي جدا. لو هم ما عندهمش مستحيل. بس بقى الفرق بقى ان اللي بيعمل كده لو مش متربي هيبقى وصولي، وهيبقى لو ما بيعرفش ربنا بقى هيدوس على الناس وهيظلمهم. فهو هو أيقونة الحياة فعلا، تمثل الحياة والموت والضعف الإنساني. عشان في زي خبر نازل على العاجل على الطيارة، فحصوا الصندوق الأسود بتاعها، وبيتقال إن مفيش حاجة غير عادية حصلت، يعني في الغالب هيبقى عطل فني بقى. طاقة كوكبية، مش احنا قلنا مربع. هتخفي في ناس تركب الطيارات. لا مفيش حاجة، خلاص خلاص كده لحد إن شاء الله. لا أنا كنت متوقع إن يتقال كده إن عطل أو حاجة في الطيارة، لأنها كمان كانت عالية جدا ومفيش حاجة ممكن توصل لها من الآخر. هو طيران روسي ومفيش حاجة ممكن يعني ما ينفعش. احنا طيراننا المصري الحمد لله، الله أكبر زي الفل. أقدار يا جماعة، أقدار. ما تقوليش على طيراننا المصري. لا الله اكبر، انا ما انت عارفه ان يعني احنا مستحملين كل سلبياته بسنين. لا كانت في سلبيات كتير، بس اللي اتحسن قوي. ما اقصدش ان انا انتقده، اقصد ان هو على قلبنا زي العسل بكل السلبيات اللي بنمر بيها. صراحه ايه، ودي شهاده حق. اخر سنتين مصر للطيران انا شايف انها اختلفت الى الاحسن. لا انا مختلفه معاك. انا ركبت كميه رحلات خلال السنتين اللي فاتوا. انت اكتر. وركبت قصدي شركات طيران مختلفه في الحقيقه، يعني مثلا اليتاليا. اللي يمكن بقى اليتاليا مثلا لا اليتاليا دي كارثه. بريتش دع شنطتك في اليتاليا. والبريتش برضه، بريتش ايرويز لا يا شيخ. لا وكنت ايه بقى رحله ايه عشان ما يقولكيش اللي هم بيجوا القاهره بس، لا كانت رحله لندن هيثرو ميامي في امريكا. لا بس انا لازم نقول كلمه حق بصراحه، طيران الاماراتي لا